النهارده هكلمكم عن التطبيل، بس مش التطبيل العادي اللي انتوا عارفينه، لا ده نوع وليفل عالي قوي من التطبيل يمكن ما تكونش شفته غير نادرا جدا. الناس اللي بتطبل عشان مصالحها الشخصيه، او اللي بيطبلوا عشان يكسبوا فلوس، او حتى بيطبلوا لمجرد المتعه مش اكتر. سواء النوع ده او النوع ده، فبيبقى وراهم اسباب نفسيه عميقه قوي بتخليهم يرفعوا قرون ويبقوا في الموقف ده بمنتهى السلاسه عادي جدا. طبعا كلنا شفنا فيلم القاهره 30، واللي ما شافوش فاكيد شاف الميمز اللي معموله على شخصيه محجوب عبد الدايم اللي كان وقتها بيعملها الفنان حمدي احمد وهو قاعد على كرسي والقرون مرفوعه فوق دماغه. شخصيه محجوب عبد الدايم كانت رمز للراجل الديوث او العامل الوصولي اللي عايز يوصل للي هو عايزه باي شكل، وده طبعا كان عن طريق انه بيقدم مراته للمدير ويسيب لهم البيت وينزل يجيب لهم شاي ام حسن عشان يروق على حالهم. كلنا اتفاعلنا مع شخصيه محجوب عبد الدايم باستنكار وهجوم شديد، وانا هنا مش بطلب منك انك تتعاطف معاه خالص، بالعكس انا بس عايزه افهمك ايه الاسباب النفسيه اللي وصلته للمرحله دي. برغم صعوبه وجود احصائيات تثبت بالارقام نسبه انتشار الظاهره دي، الا انها انتشرت بشكل غريب تخليك تشوفها دايما قدامك. يعني مثلا فيديوهات الروتين اليومي اللي بقت مشهوره قوي الفتره دي، وممكن تلاقي ان الزوج هو نفسه اللي بيصور مراته عادي جدا. او لو حبيت تتعمق شويه كده وتدور على الفيسبوك، هتلاقي فيه منتديات بتشجع على تبادل الزوجات، ومنتديات تانية هتلاقي فيها شكاوي من نوعيه اصل انا مراتي مش راضيه تخوني وانا نفسي تخوني، اعمل ايه؟ جبت لها رجاله ومش عاجبها، بالادب مش عاجبها، بقله الادب مش عاجبها. وتلاقي الناس في الكومنت كمان بتقوله على افكار جديده وكرياتيف ما شاء الله، يعني علشان يمكن توافق. الدياسة هي المرحلة الأخيرة من سلسلة مشاكل الإنسان بيعدي بيها لحد ما بيوصل للدياسة، وده طبعا بيكون بشكل غير واعي. المرحلة الأولى بتكون الإصابة بمرض اسمه الصنمية، أو اللي احنا بنقول عليه الفتش. يعني ده بيكون أصحابها بيحسوا بالاستثارة من ناحية مثيرات غير طبيعية. يعني مثلا في واحد يحب الجزم الحريمي، في واحد تاني يحب قطعة معينة من اللبس الحريمي، والحاجات دي مش بس بتقفل على الحب، وجود المثيرات دي لوحديها بيحفز هرمون الأكسيتوسين إن هو يتفرز، وده الهرمون المسؤول عن النشوة. يعني هي قفلت خلاص كده على الجزمة وبس. طب ازاي ممكن حد طبيعي ومحترم جدا يوصل للمرحلة دي؟ دراسات كتير أثبتت إن الأطفال اللي تعرضوا للتحرش الجنسي أو الاغتصاب وصلوا للمرحلة دي. طبعا الأطفال هم بيبقوا مش قادرين يتكلموا أو يقولوا أي حاجة، وده بيسبب عقد كبيرة قوي بتكبر مع كبرهم، وبتوصل في الآخر إن هم ممكن يبقوا هم ذات نفسهم متحرشين أو إن هم يبقوا ديوسين. من ضمن الاسباب المهمه الفشل المتكرر في العلاقات، بس طبعا مش اي حد بيفشل في علاقه بيوصل انه يبقى ديوث. الموضوع بيبقى مختلف شويه، يعني اللي حبيبته سابته علشان خاطر شكله او علشان خاطر فلوس او عشان اسباب تانية كتير، مش بيجيله نفس التروما لو حبيبته خانته او فضلت عليه واحد تاني. وقتها ثقته في نفسه بتقل قوي وممكن يوصل للمرحله دي. تعرض الراجل للخيانه او تفضيل راجل اخر عليه بيبقى من اكتر الحاجات اللي بتكسره وبتسبب له تروما ممكن توصله ان هو يبقى ديوث. انا هشرح لك ازاي. عالم النفس النمساوي سيجموند فرويد كان من اهم نظرياته هو العلاقه اللي ما بين الراجل والست، وبناء على ده كان بيقول ان الراجل اللي بيفشل اجتماعيا او بيفشل في شغله او اي حاجه استحاله يتكسر او ثقته بنفسه تقل زي ما ست تخونه او تفضل راجل اخر عليه. وقتها بيبقى ثقته في نفسه معدومه تماما. في الحاله دي لما بيخش اي علاقه جديده بيبقى متوتر، حاسس ان الموضوع ده هيحصل تاني، مستني الذكر اللي هيطلع فالست تختاره هو وتفضله عليه. وقتها الشك عنده بيزيد، والشك دوت لما بيزيد بيتحول لألم شديد قوي، بيتعذب. وقتها العقل بيقرر ان هو يحميه، فبيوهمه ان الخيانه حاجه لذيذه وجميله وحلوه قوي وعادي، يعني كريسبي كده مقرمشه. وهنا بينتهي انه بيبقى ديوث. طب ده ليه الراجل بيوصل للمرحله دي؟ لكن ايه اللي يخلي الست انها تقبل على نفسها حاجه زي كده؟ الموضوع ده بينقسم لشقين. اول شق بيبقى عباره عن نفسيه او اخلاق الست، يعني في ست ممكن تقبل على نفسها ده عادي جدا ومفيش مشاكل، وفي ست تانية اول ما بتسمع كده بتطلب الطلاق على طول. اما الشق التاني بيبقى شويه ضغوطات من الراجل، ضغوطات من الشغل، ضغوطات عشان تكسب فلوس، تبقى حاجات كتيره قوي. لكن اللي مفيش اي دراسه ممكن تنفيه ان مهما الست عملت كده استحاله تحبه، واستحاله تحترم الراجل اللي يوصلها للمرحله دي. مهما كانت الست بتشتكي من الغيره في العلاقه، الا انها ما تقدرش تعيش في علاقه من غير غيره. والشيء الجميل انه استاذ حمدي احمد قدر يعمل الشخصيه دي بشكل متقن قوي ويوصل لنا دوافعها بشكل متقن جدا. ان هو كان بيحب احسان اللي هي سعاد حسني، واللي هي فضلت صاحبه عليه، وقتها بقى ديوث. ولما وصل لنا الاحساس المتقن قوي ده خلانا نكره الشخصيه وننفر منها.